النهاردة هنتكلم عن 5 نقط هتقوي البايسبس بشكل كبير. تمرينة البايسبس المثالية مش سر ولا حركة غريبة، لكنها مجموعة تفاصيل لو التزمت بيها هتفرق معاك جداً. ناس كتير بتتمرن بايسبس سنين وبتشتكي إنها مش بتكبر، والسبب مش ضعف جينات، السبب إن التمرين مش معمول صح والعضلة مش واخدة حقها من الشغل والتركيز. البايسبس عضلة صغيرة لكن حساسة جداً للأداء الغلط. شفائيات. أول نقطة، اختيار التمرين الأساسية الصح. التمرين الأساسي هو حجر الأساس في بناء البايسبس، زي الباربل كيرل أو الدمبل كيرل. التمرينات دي بتسمح لك تشتغل على العضلة بوزن مناسب وتدرج حقيقي، وبتشغل أكبر عدد من الألياف العضلية. المهم هنا إنك تختار وزن يخليك تتحكم في الحركة، مش وزن يخليك تزوغ أو تترجح. التمرين الصح مع وزن متوسط أفضل بكتير من وزن تقيل وأداء غلط. تاني نقطة، الأداء والتحكم في الحركة. الأداء هو الفرق بين عضلة بتكبر وعضلة بتتعب وخلاص. ارفع الوزن ببطء وحس بالعضلة وهي بتتقلص، وانزل أبطأ من الطلوع، لأن النزول هو اللي بيعمل ضغط عضلي قوي. ما تستخدمش ظهرك ولا كتافك، وكل تكرار لازم يكون نظيف. لو فقدت التحكم يبقى الوزن تقيل زيادة عن اللزوم. تالت نقطة، التكرارات والحجم التدريبي. أفضل مدى تكرارات للبايسبس من 8 ل 12 تكرار و3 ل 4 مجموعات. المدى ده بيدي العضلة ضغط كافي للنمو من غير إجهاد زائد. اللعب على أرقام عالية جدا أو قليلة جدا مش دايما بيخدم الهدف. الأهم إن آخر تكرارين يكونوا صعبين فعلا وتحس بحرق وإجهاد حقيقي في العضلة. رابع نقطة، تنويع التمرينات والزوايا. الاعتماد على تمرينة واحدة بس بيوقف التطور، علشان كده لازم تنوع بين تمرينات زي هامر كيرل علشان تقوي العضلة الجانبية، وإنكلاين دمبل كيرل علشان تطول الألياف العضلية. التنويع ده بيخلي شكل العضلة أحسن ويمنع الثبات، لكن من غير مبالغة، 2 أو 3 في الحصة كفاية. خامس نقطة، الراحة والتعافي والتغذية. البايسبس عضلة صغيرة وبتشتغل في تمارين الظهر كمان، علشان كده تمرينها زيادة عن اللزوم بيأخر نموها. 2 في الأسبوع كفاية جدا، ومع الراحة لازم يكون في بروتين كفاية ونوم كويس، لأن العضلة مش بتكبر في الجيم، بتكبر في البيت وقت الراحة والتعافي. الخلاصة، تمرينة البايسبس المثالية مش وزن تقيل وخلاص، دي تمرين أساسي صح، أداء متحكم، تكرارات مناسبة، تنويع ذكي، وراحة وتغذية مظبوطة. لو عايز بايسبس تكبر بشكل ملحوظ، اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك أسرار تمرين بسيطة وفعالة، واكتب في الكومنت أكتر تمرينة بايسبس بتحسها في عضلتك.